أجريت قرعة الدوري العام كأس السوبر برعاية الاتحاد الكويتي لكرة القدم بسلاسة وأريحية، ويستهل نادي الجهرة مع نادي القادسية أولى المباريات. بإذن الله موسم كروي يشرف الكرة الكويتية. نتمنى التوفيق لجميع الأندية الرياضية. صار الاختيار الأول والأخير بالإجماع من الإخوان في مجلس إدارة الاتحاد باختيار المدرب البرتغالي اللي كان هو مدرب للمنتخب البحرين، واللي فاز مع منتخب البحرين في كأس الخليج، وأيضا عمل وتفوق في تصفيات كأس العالم وآسيا، بالإضافة إلى فوزه هو كمدرب لمنتخب البرتغال. حضوركم قرعة دوري زين الدرجة الممتازة لموسم 25-26، ولله الحمد. مثل ما شفت اليوم جريت قرعة دوري زين بالنظام اللي هو الموسم الماضي، اللي راح نلعب إن شاء الله قسمين. القسم الثالث راح يكون ملعب محايد. بالنسبة للقسمين والملعب المحايد جميع نقاط الفرق والأهداف تستمر معاهم لنهاية. أشكر بكل أمانة الاتحاد الكويتي برئاسة الشيخ أحمد اليوسف بكل أمانة، يعني قرعة خلينا نقول يعني خلال 10 دقائق ربع ساعة، وهذا الأهم. كنا نقعد ساعتين 3 ساعات ولا نستفيد شيء، لكن اليوم كانت قرعة الفرق اليوم مدراء الألعاب كلهم موجودين، هذا ثقة كبيرة بالاتحاد. أيضا بكل أمانة شدني شيء أهم من القرعة اللي هو رعاية دوري 20 ونقل التلفزيوني، وهذا شيء يشكر عليه الشيخ أحمد يوسف والاتحاد. هذا الأمر اللي احنا كنا نطالب فيه بالسابق. الأعمار هذه أعمار مميزة، لما يكون في نقل تلفزيوني ولما يكون في اهتمام بتشوف لاعبين على مستوى عالي، لكن لما يكون ملاعب أي كلام، ما في نقل تلفزيوني، ما في اهتمام، هذا اللاعب مستحيل تلقى ملتزم بالتمرين. لكن لما يشوف النقل ويشوف ورعاية ويشوف أهله ولا أصدقائه ولا حتى مدرب المنتخب الأول يكون متواجد ومدراء الألعاب يكونوا متواجدين، أنا أعتقد بيكون دوري قوي. معكم من فندق الشيراتون حسون الشمري، قناة كاشف نيوز.